سلام البنات، ان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم رايحين نروحوا زيارة لعروس الزبان ولاية بسكرة، ورايحين نديروا الدبارة، هذه الأكلة العجيبة الغريبة متنوعة حارة تاع الشتاء. واش نقول لكم، واحد البنة ما توصفش. نديروا الفول نشمخوه ليلة كاملة، والحمص كذلك، ومن بعد نطيبوهم في زوج في الماء. عندنا الملح، كمون، فلفل احمر حلو، فلفل حار احمر، الثوم، الزيت العادية وزيت زيتونة، فلفل مرقد ولا طرشي، عندنا طماطم، القارص، البصل الاختياري، الدبشة او الكزبر، والفلفل الحار. ونروح نشوفوا الطريقة بالتفصيل. نديروا الفول تاعنا في الماء، بعد ما شمخناه ليلة كاملة نغطيوه بالماء مع فلفل دريس وشوية ملح وزيت، ونفرميو عليه الكوكوط ونخليوه يطيب حوالي 45 دقيقة. ونفس الطريقة مع الحمص، ولكن انا الحمص اللي عندي ما فرميتش عليه لانه طايب. لا عاد الحمص غير مشمختيه سيداتي، لازم تقفلي عليه الكاكوطة باه يطيب لك. نفس الشيء، شوي فلفل دريس باه يعطي لنا شوية تاع الحرور، ملح وشوية تاع زيت، ونخليوه يطيب على نار متوسطة. ونروحو نقطعو الخضرة تاعنا. البنات كما قلت لكم بصل اختياري، انا حبيته لانه الدبارة ما يجيش فيها البصل للامانة، بصح انا كي درت البصلة الخضراء تاعنا جات روعة بنة ما نحكي لكمش. جربوها مش رايحين تندموا عليها. نقطعوا البصل تاعنا كما راكم تشوفوا. قطعي سيداتي كلش رقيق رقيق، كلش لازم يكون رقيق، ما تقطعيهمش خشان. نكملوا نقطعوا طماطم. جربوها البنات صدقوني، مع البرد والله العظيم أكلة روعة روعة روعة، وجات خير من اللي تتباع لبرا، جات خير من اللي تشريوها من برا. كما راكي تشوفي سيداتي تقطعي كل شيء رقيق رقيق. ديري الطماطم تاعك، البصل تاعك، الفلفل القارص، كل شيء تقطعيه رقيق كما راكي تشوفي. هنايا الفلفل. ونتمنى اذا عجبتكم الوصفه سيداتي. هنا نطلوا على الحمص تاعنا، شوفوه، والفول هنا راه طاب، انا طفيت عليه. قلت لك سيداتي اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوناش بجيم وكومنتير وتفعلوا الجرس فضلا وليس امرا. ونروحوا للقارص تاعنا. البنات سامحوني، انا راني مازلت جديده في المونتاج، والله راهو خاطيني يسمى. ساعات تكون الصوره فايته الصوت، ساعات الصوت فايت الصوره. المهم نوصل لكم المعلومه ويعجبكم الفيديو ويعجبكم الطبق. اهم شيء انه يعجبكم الطبق، نوصل لكم الوصفه بالتفصيل وبامانه. هنايا الدبشه تاعنا والكزبر حشيشه مقطفه، كل منطقه وكيفاه. في الجزائر كل منطقه وكيفاه. نروحوا لاهم حاجه وهي الدرسه تاعنا. نديرو الثوم، نديرو الطماطم، الفلفل. هنا صرالي حادث لصبعي الموس ماضي معليش. نديرو الفلفل العكري تاعنا، والحرور. هذه الاكله تجي حاره البنات، لازم حاره. انتي تتحكمي في الحرور كما تحبي. الكمون، الملح، طماطم مصبره، اللي يحب يزيد الهريسه كل واحد وكيفاه، وزيت زيتون، عفوا زيت زيتون. ونرحيوهم، لازم يكونوا كيما يوليو شغل صوص طوماط كيما تاع البيتزا. ترحيهم
دوكا تشوفي رايحة تفهمي سيداتي ترحيهم خلاص. هذه هي النتيجة اللي وصلنا لها تاع الدرسة نتاعنا، والبنة كاملة راها هنا سيداتي، هذه هي البنة. هنا زدت لها شوية تاع كمون وراني وجدت كامل كلش كيما راكي تشوفي. يقعد غير الدريساج. القارصة هنا قطعت رقيقة باه نديرها معاه في لاصوص، وهذه للتزيين مع الطرشي من فوق. الكمون اللي يحب يزيد من بعد الكمون وزيت زيتونة. هنا الفول تاعي راهو طاب زبدة ما شاء الله. الحمص يخي شفتوه قبيلاتي كيفاه طاب. نبقى غير نوجدو الصحن تاعنا، نحطو شويه تاع الدرسه نتاعنا هذيك الحاره البنينه. واش نقول لكم، تشهي ما شاء الله. نحطو الفول تاعنا نصفي به، ونزيدو عليه شويه تاع الحمص. البنات راها واحد البنه والله العظيم، وكي نقولك طبق عجيب غريب واللي ذوقو ما عادش ينساه. هنايا البصله كيما قلت لكم اختياري وجات روعه، جات ما شاء الله. جربوها مش رايحين تندموا. الطماطم، القارص، الدبشه، الفلفل نديرو كامل شوي شوي من هذوك اللي كنا قطعناهم. تشهي ما شاء الله والله جات تحفه. ونديرو لها زيت زيتونه ونديكوريوها بشويه تاع القارص من فوق والفلفل. ونتمنى اذا عجبكم هذا الفيديو تخليوا لنا جيم كما قلت لكم فضلا وليس امرا، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا والى اللقاء.